اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدي ومتابعي بودكاست جاسوس الملعب. اجواء ناريه وخطيره في النادي الاهلي، صفقات رايحه، صفقات جايه. خلاص الفرقه طالعه معسكر الاعداد للموسم الجديد في تونس. كام ماتش ودي وكام صفقه جديده هيتم الاعلان عنهم خلال اليومين الجايين دول. كان لازم يكون معايا حد تقيل، حد تقيل بمعنى الكلمه، اللي هو عارف ما وراء الخبر، والخبر اتعمل ازاي، والحدث ده حصل ازاي. فكان لازم نجيب حد كده هو صاحب سبق. احمد السيد زيزو في النادي الاهلي من رمضان وهو بيقول فات الميعاد خلاص، والمحاولات كلها هتبوء بالفشل بتاعة التجديد مع نادي الزمالك. معايا ومعاكم النهارده الصحفي المتميز والمتألق في الفترة الأخيرة وفي كل الفترات، كريم رزق الله. ازيك يا كريم؟ ازيك يا عامل هو؟ ايه؟ ازيك يا هو؟ بس كله الكلام كويس؟ كده كبير قوي يعني، تسلم، ما ما انا تحرمش مني. مستني بقى سبق تاني، اكيد في سبق. يعني مش سبب يعني، فاهم يعني الدنيا اكيد. برضو ايه؟ فيها لسه حالة مفيش. تركيز وحالة ركود الأول بس. اه حاجتين. الحاجة الأولانية الاسم بتاع البرنامج بتاعك ده أنا بحبه جدا، بتاع البودكاست. ربنا يخليك والله. يعني جاسوس الملعب. يعني مش سهل إن حد يظبط اسم كده انا يعني. متمسك بيه على فكرة لحد دلوقتي. لا هو يعني جامد. كذا حد قال لي طب ما تحاول لا لا لا، غير. جامد. بس ربنا يخليك والله. الجزء من الايدنتيتي بتاعت البرنامج بيبقى الاسم طبعا. اه ف طبعا. هايل. تاني حاجة انا ربنا مبسوط ان انا يخليك. معاك، وبدعي ربنا ان هو قبل ما نتكلم يعني يرزقني الامانة وانا بتكلم معاك. ده كده كده لما انت ناس و... متعودة منك على كده يعني. وان شاء الله نعمل حاجة كويسة ان سوا. شاء الله باذن الله وانا عايز اقول لكم ان انا وكريم على معرفه من زمان دي كده يعني، حتى حقيقة. لما كلمته قعدنا قلت، قال لي انا عارف، انا مش عارف انت فاكر ان احنا قعدنا مع بعض؟ قلت له انا بالظبط. عارف ان احنا قعدنا مع بعض، بس انا مش فاكر القعده كانت مع مين، بس فاكر الحدث. مم. مش لازم نقول بقى الحدث كان ايه، بس ما علينا يعني. خلاص، بس احنا كنا في حدث جوه النادي الاهلي، دي فكنا عادي حقيقة. قاعدين مع بعض يعني. معانا النهارده كام حاجه خطيره كده يلا عايزين، بينا. عشان معانا حاجات كتير. وسام ابو علي مم. قاعد ماشي. ايه اللي بيحصل في قصة وسام من اول ما الكابتن محمد رمضان اتكلم وقال ان في عرض من امريكا وسيتم تأجيله لما بعد كأس العالم؟ آه كويس انك جبت سيرة كابتن رمضان. امم كابتن رمضان من الشخصيات اللي كانت دؤوبة جدا في عملها، من الشخصيات المحترفة جدا، من الشخصيات المحترمة جدا، من الشخصيات اللي لم تبخل على النادي الأهلي بأي حاجة في استطاعته. وكان دايما بيأمل ان هو ايه، آه يدوس على نفسه ويشتغل اكتر علشان يبقى كفء اكتر للمنصب ده. كابتن محمد رمضان بس في حتة عرض، كلمة عرض رسمي لوسام، هو مش خانوا التعبير. هما النادي مش شركة تسويق. النادي حد منهم تواصل مع النادي، والنادي الأهلي حد من لوس أنجلوس. وده العرض اللي كان موجود في الاول يعني، ما كانش كولومبوس كرو اللي اسمه الجديد بقى. متداول. اه لا هو مفيش عرض لغايه دلوقتي من كولومبوس كرو. اه ثانية، مش هنسبق الأحداث، هنتكلم عن موضوع وسام زي ما أنت قلت كده، اوكي واحدة واحدة. ماشي. كان من نادي لوس أنجلوس. في الوقت ده كابتن محمد رمضان ما وصلناش بيبر يعني فيها عقد وكونتراكت وكده. بس هم تواصلوا على طول مع كابتن محمد رمضان. اوكي كابتن محمد رمضان يعني هو رجع لكابتن خطيب، كابتن خطيب سأله ايه رأيك، فكابتن محمد رمضان قال يعني كده كده مش هنتخانق انا وسام قبل كاس العالم للأندية. حلو دي قرار. نقطة رقم واحد. حلو قوي. طبعا وكيل وسام وسام ساعتها سألوا ايه الموقف، فاترد عليهم نفس الرد ان احنا قبل كاس العالم للأندية مش هندور على اي حاجة يعني. فانت برضو انت حتى ما تتعبش نفسك في اي عروض تانية لو انت بتسعى كوكيل للاعب بتاعك. ان احنا كده كده مأجلين لما بعد كأس خلاص. العالم. اه ماشي. وده ما اسموش وعد انك هتمشي بعد كاس العالم. لا انا مش هفكر ولا هدرس حاجه غير بعد كاس العالم، في فرق كبير. انا مش بقول انا همشيك بعد كاس العالم، انا هدرس العروض. انا هدرس العروض عشان الناس بس الكلام كلها. اللي طلع اتقال ان انا واخد الوعد ان انت هتمشي في الصيف. مفيش حاجه اسمها كده. يعني النادي اوكي. الاهلي تحديدا في الحتت دي، اه اخر مره لعيبه وعد بالاحتراف كان رمضان صبحي. بس كده. بس ساعه لما راح ستوك سيتي اوكي. ومسك هو في اه الكلمه وطلع بيان واتكلم، اه ونادي شوقي وقتها اتكلم وبتاع. ده ساعة المهندس محمود محمود طاهر طاهر. اه فهو مسك في الكلمة يعني. مش لكن مفيش حاجة اسمها وعد. انا
ما عنديش نيه للاستغناء عنك، اهو الكلام واضح. في الفتره الحاليه عندنا كاس عالم، محتاجين السكواد بتاعنا يبقى على اكمل وجه، فانا بحاول اعمل ابجريد للسكواد، مش هقلل منه يعني. حلو. مش همشي لعيب بحجم وسام ابو علي. حلو. وخلاص الموضوع ساعتها ايه اتقفل، لان حتى منطقي لوسام ومنطقي لوكيله مهما كانت نيتهم، يعني لو هو نيته دلوقتي ان هو عايز يروح يجي له عرض، طب العب في كاس العالم واظهر بشكل كويس فهيجي لي عرض احسن. الموضوع بسيط جدا يعني. فخلاص الموضوع اتقفل، واحنا لعبنا كاس عالم، رجعنا. من حسن الحظ ان الوحيد اللي في الاخر جدا خد حط حبايه الكريزه يعني عمل هاتريك بكل الاشكال، جاب ضربه جزاء وعمل ارتقاء مش طبيعي في الهيد، والكوره الاولانيه صعبه جدا. الكوره الاولانيه اصلا قلت انها هتطلع بره، يعني لقيت الكوره مرحومه بشماله وحشه كده وكابتن حمدي فتحي لعبها له ازاي، يعني بيقولوا اتطرف مش ادخل، فاهم يعني هو بيديها له صعبه جدا. بعد كاس العالم على طول وكيله اسامه ابو علي تواصل مع اداره النادي الاهلي، اللي وصلوه بكابتن محمد يوسف وبشركه الكوره بالطرفين، وقال له شوف يعني عندك ايه وبهاته ايه. فاول حاجه جت للنادي الاهلي جت بعيدا عن وكيل وسام ووسام، جت من نادي اسمه علا السعودي اصلا لسه صاعد يلو، يعني لسه صاعد درجه تانية في السعوديه. ده العرض اللي قالوا هياخد فيه $5 مليون هو في ايده، صح كده؟ بالظبط. هو هياخد 3.5 مليون في ايده، ومكافأة $1.5 مليون والسكواد اللي هم بيبنوه هيصعد، يعني الاقرب ليه ان هو يصعد، هيبقى زي فكرة نيوم كده. زي فكرة نيوم ماشي اوكي. والنادي الاهلي هياخد $8 مليون. قبل ما النادي الاهلي اصلا يناقش العرض وسام ابو علي ما وافقش، يعني هو قال لهم يعني لسه الاهلي اصلا ما ناقشش العرض ولا دخل في مفاوضات ولا اي حاجه. وسام ابو علي قال لهم لا انا مش حابب. هو عنده اعتراض على ان درجه ثانيه يعني العيشه في السعوديه برضه غير العيشه في الامارات وقطر، يعني اللايف ستايل بتاعه هو مش ملائم قوي لان هو تمام ماشي تمام يعيش في السعوديه يعني. فالموضوع يعني حتى لو جاله نادي كبير في السعوديه الا الاغراءات رهيبه يعني لو جاله بقى هلال بتاع النصر مع كريستيانو فخلاص نتكلم. بالمناسبه ما جالوش النصر خالص عشان سمعنا برضه من كام يوم لما النصر طلعوا وقالوا ردوا تقريبا حد طلع من النصر قال ما تابعتش قوي، بس يعني هو النادي الاهلي الحاجه اللي بتوصل له بنحاول ان احنا نجتهد نبقى على علم بيها. بعد كده دخلوا نادي الريان وكانوا على علم ان هو رفض اللعب في السعوديه، فقالوا نستأذن النادي الاهلي احنا قبل ما نقدم عرض ممكن نشوف وسام عايز ايه. في النادي الاهلي قال لهم شوفوا نيجي نستنتج من هنا ايه، النادي الاهلي منفتح على بيع وسام، بس امتى بشروط اكيد. فشوفوا وسام انت الاول. شافوا وسام طبعا العرض نفع، ويعني العرض المادي هو قبله كان مقارب ل3 يكسر 3 يعني يكسر $3 مليون يعني 3 او كسور كده بسيطه يعني. اوكي موافق. بدأت المفاوضات. فالنادي الاهلي هنا بقى ده الموقف اللي عجبني جدا بصراحه من النادي الاهلي. النادي الاهلي هو قبل ما تقعد تتفاوض انت بتشوف انت عايز ايه. حلو. انت ايه اهدافك من ورا الجلسه اللي انت تقعدها هنا. وصلوا هنا المسؤولين او المندوب بتاع نادي الريان القطري وقعدوا اتكلموا والنادي الاهلي قدم طلباته، قعدوا جلسه وقعدوا الثانيه. وفي الجلسه الثانيه النادي الاهلي قال لهم انا عايز $10 مليون. تمام. وغير ان انا عايز نسبة عدد البيع 20% مش 10%. وبعض الطلبات كده برضو ليها علاقة ببعض الحاجات في التسويقية ليها علاقة بان احنا ممكن نروح في اي وقت نستخدم او نعسكر هناك عندهم في المدينة بتاعة الريان. يعني حاجات شبه توأمة يعني زي كده يعني. هم كانش عندهم اعتراض في الحاجات دي كلها. هم كان عندهم اعتراض في الكابيتال في المبلغ الاساسي اللي هو ال10 ده. والنادي الاهلي كمان طلب بشكل واضح وصريح ان مفيش تقسيط، يعني عايز 10 فانا هاخد ال10. وغالبا دلوقتي العالم كله يعني لسه ريال مدريد جايب لاعب من بنفيكا في شرط جزائي
النادي ريال مدريد اتفق مع بنفيكا ان هو هيقسط الشرط الجزائي. مظبوط. معظم الصفقات في العالم زي ما انت بعت محمد عبد المنعم لنيس بالقسط واشترينا غالبا اشرف داري كمان بالقسط قسطين. بالظبط، مظبوط. هنا بقى الفكره كلها ان هم بصوا للموضوع، انت مش عايز تقسط يبقى انت مش عايز تبيع، مع ان النادي الاهلي كان واضح انا ده لعيب هو في البيك بتاعه، فانا لو هبيعه دلوقتي هبيعه بالشكل ده. هو النادي الاهلي قيم البضاعه بتاعته بالظبط، يعني لو اعتبرنا ان وسام بضاعه يعني هم عرضهم وصل لكام؟ 8.5 صح كده؟ 8.5 مليون دولار. الاهلي كان رافض فكره 8.5 خالص، ولا كان رافض الاهلي فكره 8.5 بالقسط؟ الاثنين يعني كان رافض حتى 8.5. انا شايف 8.5 يعني كان رقم كويس جدا، تحفه. بس ده يدل لك بقى على ايه؟ عشان يبقى الاهلي مش عادي اتباع خير انا وبركه. ببيع او غناوه اتباع خير وبركه برقم اللي عايزه، ما اتباعش هو معايا ليه عقد شغال معايا وخلاص. بالظبط. النادي الاهلي في نهايه الجلسه امهل النادي الريان 48 ساعه عشان يردوا عليهم بالعرض النهائي، وفي حال عدم الرد بعد 48 ساعه هنعتبر ان الموضوع توقف، واحنا توقفنا عند النقطه دي. هنا صفحه الريان ايه؟ اتقفلت خالص. عرض الوصل اصلا اترفض من بابه، كان قبلها اللي هو قبلها ب 48 ساعه مثلا، اللي هو كان ما يوازي 6.5 تقريبا. كان 4.5 و2 بونصات، يعني هو ما يساويش 6.5 يعني عشان ال2 بونصات دول الموضوع مش بسيط يعني، مش سهل يعني. فهنقول ان هو كان اراوند الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. فالنادي الاهلي كان رفضوا من الاول والوصل والريان جابوا احتياجاتهم على طول يعني بالظبط بعدها بالطرق اللي تناسبهم وحاجه كويسه. ووكيل وسام ابو علي في اللحظه اللي انا وانت بنتكلم فيها ابلغ النادي الاهلي من امبارح مثلا ان هو منتظر انتهاء كاس العالم للانديه ده، وفي ناديين لعبوا في كاس العالم للانديه كلموه ان هم هيبعتوا عروض لوسام ابو علي. النادي الاهلي قال له برضه ابعت، بس اديك عرفت انا ايه طلباتي عشان تتكلم مع الناس لحد هذه اللحظه. وفي النهايه برضه ده لغايه دلوقتي كلام وكيل. بالمناسبه في الصحافه انا مش بعتبر الوكيل مصدر، انا بكلمه كده تشيك. الوكيل عايز طالما في طرف منتفع في النهايه بالظبط. منتفع دي مش حاجه وحشه، ده راجل في الحلال في النور، عايز يبروز عايز يبروز حاجته. فانا مش بمشي ورا كلامه، فلازم ارجع في الاخر اقول لك هو قال للاهلي كده، فانا بحكي لك واقع. انما فعلا في عروض جايه ولا لا الله اعلم. صح. النادي الاهلي لغايه اللحظه دي هو ما عندهوش غير اللي حصل ده واتقفل. وسام ابو علي متبلغ ان هو هيبقى موجود، ممكن يتاخر يوم واحد باذن عن الاثنين ده يجي الثلاث يعني. بس لا اكتر ولا اقل. ولحد دلوقتي وسام بس يعني هل يعني سؤال وسام الاقرب ايه بقى بالشكل ده يعني بتوقعك انت من خلال برضو؟ لا بتوقع انا وسام قاعد. بتوقعك وسام قاعد؟ بتوقع على عكس بدايه الموضوع بتاع الريان. ليه؟ لان انا كنت متوقع ان وسام ماشي لان انا مش واخد بصراحه على النادي الاهلي ان لما يجي له رقم 8.5 مليون دولار في المشاكل بتاعه السيوله الدولاريه اللي حاصله دي. ما ده يبين لك برضو ان في ناس شغاله. يعني ايه؟ لا في ناس شغاله فعلا. لا في ناس شغاله بشكل مختلف عما سبق فيما يخص ان انا بوفر السيوله الدولاريه من خلال شركه الكوره، ومن خلال الاعلانات الجديده، ومن خلال الرعاة الجداد، ومن خلال ان انا بسوق اي حاجه. صح. بعرف اسوق اي حاجه وبدخل ارقام. انا بشترط مع الرعاة دول ما دام هم مالتي ناشونال الشركات دي ان انا اخد فلوسي بالدولار. صح. فيبقى انا كده فعلا ببيع غناوه من كل النواحي فنيا وماديا. صح. فدي بتفرق جدا بصراحه. فالنادي الاهلي في الجزئيه دي يحسب له بصراحه اللي بيحصل ده. النادي الاهلي جاله عرض والله كويس، هعرف اعوض بيه وسام، بس كمان الوقت خلاص انت بقى ضيق. يعني انت 6-8 ولا 8 لا اقل. الدوري 6-8 هتقفل القيد. صح. فشهر شهر الا 5 ايام 6 ايام. فالموضوع صعب جدا. وانت عايز تجيب حد بنفس البروفايل بتاع وسام او بنفس الموضوع بنفس البروفايل بتاع وسام. الموضوع صعب جدا. ليه بنفس البروفايل؟ عشان فلسطيني بالظبب. هي المشكله عشان فلسطيني يعني مصري. بس هي دي اكبر مشكله بصراحه. طب ما ننقلنا ده لحاجه تانية. الاناكوندا مصطفى محمد. في كلام حصل من النادي الاهلي
ولا هي كلام صحافه واعلام وكلام مقربين مثلا؟ طب انا اقول لك على حاجه. امم قبل ما اتكلم كده محتاج امهد بحاجه بسيطه جدا. نعم. كنت لسه بقولها في موضوع عمرو السولية وبيراميدز والزمالك. لا النادي الاهلي محتاج او محتاج ان هو يعيش في بطوله وهميه، ولا جمهوره محتاج برضه نفس ان هو يعيش في بطوله وهميه وكنا نجيب خالص. مصطفى واحنا ما جبناهوش والكلام ده. خالص. عادي جدا، زي ما في 60 70 لعيب مم. من نادي الزمالك وافقوا ان هم يجوا النادي الاهلي. طبعا. تمام، سواء تمت او ما تمتش. نجوم كبار. خلاص احنا زيزو وامام عاشور كسروا كل القواعد طبعا من الناحيه دي. طبعا. خلاص فلما يحصل شذوذ عن القاعده زي مصطفى محمد، ده ما يقللش من النادي الاهلي في حاجه خالص خالص خالص. خلينا بس متفقين خالص. لا احنا ناس يعني كاهلاويه وكده، احنا اللي بيملانا من جوه حاجات تانية خالص غير الكلام ده. الحاجات دي مش يعني عادي، يعني جه ما جاش عادي. غير ان هو صح. ما كانش في منافسه ما بين الاهلي والزمالك فاختار الزمالك. صح. هي برضه متفقين صح. عشان الموضوع مختلف خالص. صح. تمام. انا داخل لوحدي. انا داخل لوحدي اصلا كده بطولة. كده. صح. هو اللي حصل ان النادي الاهلي كلف بشكل مباشر وكيل مش مدير تعاقدات في النادي، لان لسه المنصب ده في بعض الحاجات المحليه بيخلصها اسامه هلال بصفته، وفي بعض الحاجات بتخلص شركه الكوره سواء احمد حسام عوض او مستر ايمن حسين او بس في دي بقى توكل وكيل لعيبه نادر شوقي، هنتكلم بالاسماء. اوكي. انك تشوف موضوع مصطفى. خلاص انا برضو مضغوط ان انا في احتماليه كبيره ان الامور مش بعيده مع الريان، ممكن امشي وسام، فانا اشوف ابقى رابط كلام في ناحيه تانية. في ناحيه تانية. الناحيه التانية دي برضو عشان نتكلم فنيا، مصطفى محمد لعيب منتخب مصر، المهاجم الوحيد اللي ينفع تقول عليه مهاجم كبير. اساسي منتخب مصر. اساسي لا ومش مش ما في اوقات منتخب مصر كان في مهاجم اساسي ومش كويس. لا مصطفى كويس. صح. دلوقتي مصطفى مصطفى كويس. تمام. بيلعب في ليفل كويس جدا. كمان في افريقيا هو كان كويس جدا قبل ما يمشي. افريقيا ومحليا هو كان مقفل اللعبه يعني. واخر بطوله في افريقيا كان جايب 3-4 كان الوحيد، كان احسن لعيب في البطوله يعني. تمام. ف اختيار مناسب فنيا. اختيار مناسب فنيا. نتواصل مع مصطفى محمد. طيب هل الاول النادي عنده نيه للبيع؟ فانت بعت بشكل رسمي استفسار لنانت الفرنسي. شفتهم عندهم منفتحين البيع ولا لا؟ منفتحين. الرد لسه ما اتكلمناش بقى بعد كده. حددوا لنا الطلبات، طب هنشوف، طب عايزين جلسه. لا طب انت سافر اقعد مع مصطفى شوفه هو عايز يجي الاهلي ولا لا. اوكي. سافرت. طب انا دلوقتي لو جات لي حاجه في التوب 5 في الليجز، الدوريات الخمسه الكبرى مثلا، هكمل في اوروبا، او لو جالي من براهم نادي بيلعب تشامبيونز ليج. لان كمان مصطفى قال حاجه هقولها لك بالنص يعني دلوقتي السيستم بتاع التشامبيونز ليج اتغير، فممكن لو هو راح نادي زي اولمبياكوس ممكن يلعب له 6-7 ماتشات تقال. هيلعب بيلعبوا 8. انا قصدي تقال يعني. ايوه يعني صح. يعني الموضوع مش ان انت زي الاول هتلعب مجموعه وموضوع وهتروح دول صح. تلعبهم تاني وبتاع. فالموضوع مختلف. ففكره ان انت تنتقل لنادي بيلعب تشامبيونز ليج حتى لو هو في اليونان هتتشاف اكتر. صح. تمام مظبوط. لو ما جاليش انا ما عنديش مشكله نتكلم. هو ده ما عجبش النادي الاهلي. الرد بتاع نتكلم ده ما عجبش النادي الاهلي. ماشي. ما كانش فيه حسم، ما كانش فيه وضوح. اوكي. وانا كنت واضح معاك. تمام. وسلكت كل الطرق المظبوطه وعملت الاجراء التفاوضي الاول وبعدين التاني اللي هو تابع راجع ليك انت يعني. وما شفتش منك وضوح، فخلاص الصفحه اتقفلت. هل ده يقلل النادي الاهلي في حاجه؟ لا خالص. بس هرجع لك لحته ثانيه. هو بقى في كلام طلع تاني ان وكيله كلم بقى النادي الاهلي تاني دلوقتي ان هو بيقول له طب ما نشوف. لا مش حقيقي. ما حصلش. ماشي برضه ما يقللش من النادي الاهلي. ما يقللش لا من انا عارف انك ولا يقلل على فكره من مصطفى محمد. بالعكس جدا. هو عايز الراجل يلعب بره. في لعيبه دلوقتي موجوده عادي تريزيجيه في وقت من الاوقات كان برضه بيدور بنفس الشكل وبيفكر في نفس المرحله العمريه. يا جماعه هو نفس الكلام. دي حقيقه. فكان راح حتت كتيره يعني. بشاك الشهير كان بشاك صح. راح بشاك شهير وراح طرابزون وراح كذا حاجه. فلفات غريبه يعني. فاهم يعني. طرابزون
ترابزون ده لعب فيه امام عبد العزيز من 20 سنه فاهم عادي يعني. وده ما يقللش منهم والله. لا خالص ولا يعني ان هو عشان فكره الموضوع مش اهلي وزمالك، اللعيبه دي بتحس برضو لما برضو الاحتراف بقى منتخب مصر فيه 7-8 بيلعبوا اساسيين في انديتهم بره، بقى الموضوع بيبصوا لبعض ان انا هبقى فاشل لو رجعت. مش بيبصوا موضوع اهلي وزمالك، هو بيحس ان انا كان عندي جول عايز احققه، هدف في حياتي انا عايز احققه ما عرفتش احققه، فهو بيبص للموضوع من الناحيه دي. فاهم؟ ناحيه نفسيه مش ناحيه جداً بقى، مش جداً. ناحيه اللي هي فنيه. هو عارف يا عم ان هو هيجي هنا يعيش ملك زمان وبتاع، والله دي حاجه بالعكس يحترم عليها، مش عادي. لا عادي قاتل على هدفك يعني. صح، وزي ما انت بتقول هي ما اتقالتش من النادي الاهلي في حاجه. انا ولا من مصطفى انت رديت عليا كمان من الناحيه الثانيه، انت صح جدا. مصطفى لا ما يقللش منه في حاجه على فكره خالص. يعني هو الراجل مثلا حاطط فكره ان هو انا عايز اكمل في اوروبا شويه، وبعد كده نبقى نشوف بقى في حصل حاجه نشوف بقى. اذا موضوع مصطفى محمد اغلق من طرف النادي الاهلي بالظبط، صح كده بالظبط. خلاص تمام. ادي مصطفى محمد وادي وسام الموضوع اللي على الساحه. بس ممكن اقول حاجه، قلت لك مصطفى عشان ده رجع موضوع زيزو. مصطفى الاهلي حاسس ان هو ايه، مش واضح زي ما الاهلي واضح معاه، مش مستقر عكس زيزو كان راجل عايز الاهلي جدا. الراجل كان عايز الاهلي من 2021 صح كده؟ من 2021 بس كان عايز الاهلي جدا. ده بقى هدفه ان هو كان يلعب في الاهلي عادي جدا. هو جاله نادي الريان وجاله العين وجاله كذا نادي يعني، جاله السعوديه وجاله يعني فهو كان عايز يلعب في الاهلي. الفرق يعني قصدك ان ده طبعا زيزو اهلاوي. طبعا انا عارف ان عيلته اهلاويه كمان. زيزو اهلاوي ابن راجل اهلاوي محترم صح. دي حقيقه. وانت على علاقه بيهم انا عارف في يعني في لا ما فيش خلاص ماشي. لا ما فيش ماشي. دي قصه وسام وقصه مصطفى محمد. لاعب اخر وكوبري جديد، اللاعب احمد عبد القادر. ده كوبري مش لطيف خالص يعني احمد عبد القادر من ساعه ما رجع في حاجه كده بقولها لاصحابي الزملكاويه. قلت لهم اول ما احمد عبد القادر ما طلع خبر ان الاهلي وافق على عرض الحزم السعودي، قلت لهم مبروك عليكم احمد عبد القادر. فقالوا لي ايه يعني مين اللي قال؟ قلت لهم لا انا عارف، انا بقول لكم انا بقى المدرسه دي انا عارفها بالظبط نعرف المدرسه دي. موضوع بسيط جدا يعني. موضوع بسيط برضه. وعلى فكره ورا قلت امبارح عملت فيديو برضه على احمد عبد القادر، قلت الراجل من حقه انه يشوف. شفت انا هبقى فين. على فكره عبد القادر عنده فرصه يبقى نجم نادي الزمالك طبعا لسنين دلوقتي ما فيش حد فرقه فاضيه لسنين والله يعني. لا هو من ناحيه ان هو ابجريد للسكواد بتاعهم، فهو ابجريد عظيم للسكواد بتاعهم طبعا. يعني مين اجنحه من مصطفى شلبي لاحمد عبد القادر؟ والجفالي انت من مصطفى شلبي لاحمد عبد القادر، دي قصه طبعا نقله. طبعا نقله والله نقله. كل نادي بيحاول على قد طموحاته او قد المتاح قدامه، سواء ماديا سواء تعاقديا سواء ناحيه المفاوضات، تقدر تقنع مين ما تقدرش تقنع مين. مظبوط. دايما بشوف ان الفرق مؤخرا طبعا باختلاف الجماهيريه وباختلاف، انا لازم ابص للموضوع ان انا مش اهلاوي. يعني انا كريم اهلاوي، انت عارف ان انا اهلاوي، بس انا عايز ابص للموضوع ان انا مش اهلاوي. اعتبرني يا عم انا لا بشجع اهلي ولا بشجع زمالك، انت راجل صحفي في حالك مثلا يعني. لا لما اجي مكان لعيب اعتبرني انا لا اهلاوي ولا زملكاوي. مش الفرق بين الاهلي والزمالك هي الضمانات. انا والله ماضي على قرش، انا هاخد القرش. الامور واضحه وبسيطه. الزمالك انا مؤخرا ادينا شايفين الدنيا في الفيفا مشاكل كتير، مشاكل صعبه جدا يعني. كتير فدي نقطه تفاوضيه قويه بخلاف الاهلي وموقعيته التاريخيه وجماهيريته والبطولات اللي بيشارك فيها، لا قويه طبعا. وفرقت مؤخرا جامد طبعا. تمام. في لعيبه في البنك الاهلي، وفي لعيبه في سيراميكا، بس البنك الاهلي تحديدا يعني مثلا لما تسمع عن نيمار مرضيش ان هو يقعد مع مسؤولين البنك الاهلي علشان هم عايزين يدوا 35 في 3 مواسم وهو عايز 45 في 3 مواسم. فهو هنا بيتكلم في ان نيمار اللي ما لعبش ولا دولي ولا اي حاجه ب 15 مليون في الموسم في نادي زي البنك الاهلي، ما بيلعبش افريقيا، ما بيلعبش اي حاجه. فالارقام مرعبه. لغايه السنه اللي فاتت محمد ابو جبل كان بياخد اكتر من محمد شناوي 4 مليون جنيه. ايه ده؟ والله يا عم ما تهزرش. والله العظيم ابو جبل في البنك الاهلي بياخد اكتر من محمد الشناوي ب 4 مليون جنيه.
ده عقد اللي هو مسجل في اتحاد الكوره طبعا. ولا اللي هي الحاجات عقده اللي هي المظبوط. التحابيش ما والحاجات اللي هي عندهمش بتبقى زيادة؟ تحابيش، بس التحابيش منصات. فهو بيشارك في ايه اصلا يعني؟ ما بيشاركش في حاجه غير الدوري لا لا. والكاس والرابطه. عقده يا مفيش حاجة باشا بقول لك زي بجد 4 والله. مليون جنيه عن محمد الشناوي حارس منتخب مصر مصر. والنادي الاهلي. فانا بكلمك في معلومه. لا انا عارف ان هي معلومه، بس انا تمام مستغرب تمام بس فكره ان تمام. إزاي لما كان عمرو السولية آه. بياخد 15 مليون جنيه، محمد ابراهيم كان بياخد 25 مليون جنيه. ادي معلومه تانية. فالاهلي بس دلوقتي طبعا الامور اختلفت. الامور اختلفت في الاهلي طبعا اخر سنه دي بالذات يعني. طبعا 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 طبعا. لو بقى عندنا حاجه اسمها فئه اولى مميزه لما نيجي نتكلم عن موضوع امام عاشور، لو انت جبته هنبقى طبعا انا جايبه مش هنبقى نتكلم فيه. بس نرجع لعبد القادر عشان انا توهتك معلش. لا عادي براحتك. بص عبد القادر نبص كده بالعين الاهلاويه خلاص شويه. احنا كده عندنا شويه اعتراضات على عبد القادر فنيه، غيرنا بيعرف يستحملها او غيرنا بيحبها، صح، او غيرنا بيعيش عليها، صح. فاهم يعني؟ في بطوله اسمها بطوله كوبري القمه. ايه بطوله كوبري القمه ده؟ يبقى الزمالك مغلوب من الاهلي 3 ولا 4، يقول لك بس عمر جابر ضد حسام غالي كوبري ملوش حل. فبحط نفسي مكانه كده. لا طب انت فرحان ايه بالكوبري؟ فادك ايه يعني كوبري يعني شويه فيوهات يعني. أنا الموضوع عندي بيبقى مختلف. ايوه طبعا. يعني حسام كباري بقى حسام غالي. هم الماتش اللي قالوا عليه حسام كباري ده هم ماتشين اللي لبس فيهم كوبريين. الماتش اللي بقول لك عليه ده كان بتاع جريدو في السوبر احمد عبد الظاهر ضربات الجزاء تمام. والماتش التاني اللي حسام غالي عمل فيه تاني اعلى اداء فردي ليه بعد ماتش الترجي اللي هو بتاع الامارات، صح؟ بتاع الامارات 3-2 ده اللي لبس فيه كوبري تاني. فبقى حسام كباري، صح. طب انت الذكريات بتاعتك اللي انت رابطها بسعاده ببطولات. فاحمد عبد القادر من النوعيه اللي هو بيدي كباري وجميل وبتاع. غير ان احمد عبد القادر احنا معاه مشكله في فرق. هي التزاميه مش انضباطيه عشان واحد ما يظلمهوش. هي التزاميه، فاهم؟ الامور الانضباطيه دي مره مع كل حاجات كانت معلنه يعني بتحصل من لعيبه كتير وبتحصل من لعيبه كتير عشان نكون بس مظبوط. يعني الدنيا اختلفت دلوقتي عن قبل كده. لكن هو عنده مشكله التزاميه. ليها علاقه باللايف ستايل، وليها علاقه بالمواعيد، وليها علاقه جوه التدريب بيعمل ايه، بيخاف يتصاب، بيعمل اقصى ما عنده. ليها علاقه بان هو في الماتش تركيزه مع الفرقه ولا تركيزه مع نفسه. ليها علاقه بتحمل الضغوطات، تمام. مش بيشتغل على نفسه منتال كويس، ففي الماتش بيبقى في وادي تاني تركيزه ليها علاقه بتعليمات المدرب. فاحنا عندنا شويه مشاكل زي كده مع احمد عبد القادر، لان احمد عبد القادر موهبه لو انا بلعب معاه خماسي انا هعشقه، صح، فاهم يعني؟ وهو كسبني وهنتمتع والناس بره هتقول اهات كتير، فاهم؟ هو هينبسط والدوبامين يضرب في دماغه وهيطلع متكيف. الكلام ده ما اختلفناش عليه. احمد عبد القادر موهبه كبيره، موهبه كبيره. بس احمد عبد القادر عنده المشاكل دي، فالمشاكل دي تحول دون ان هو يقدر ينافس اقل جناح موجود دلوقتي في النادي الاهلي. سؤال بقى، هل عشان الناس دلوقتي بتقول لك اصل الاهلي هو اللي مانع احمد حمدان انه يلعب في الزمالك؟ الاهلي مش مانع احمد عبد القادر انه يلعب في الزمالك. هل الاهلي ما عندوش علم؟ ده طبعا عنده يعني انا عارف وانت عارف، والصحفيين عارفين وكله عارف والبرامج عارفه والجمهور عارف وكابتن محمود خطيب مجلس ادارته ما عندهمش علم. اكيد عارفين. لا انت بس الموضوع بسيط جدا، هات عرض يا عم وامشي وروح فالنادي الاهلي وجمهوره ما عندهمش اعتراض، عشان ما نجيش بس بعد كده اصل ردينا وردينا صفقه زيزو، ردينا. دي عمرها ما تبقى زي صفقه زيزو. هو كده مفيش صفقه زي زيزو. مفيش زي زيزو. انا يعني امام مش زي زيزو. الحاجه جت امام فنيا ممكن تعدي اصلا زيزو. طبعا امام فنيا مش طبيعيه. طبعا ما اختلفتش. ده ما ينفعش، انا بالنسبه لي ما بحطوش. لكن الصفقه بتاعت زيزو وان اللعيب وتعرفها ازاي لما راح السفاره وكل ده انت مش عارف، ويحصل بعد كده مناوشات وتخرج تاني مكفتريه وتقعد سنه ونص كل الاخبار بتاعتك هنقعد النهارده مع زيزو سنه ونص. بكره ده ما بيجيش. سنه ونص من ساعه ما مسكوا. عمرو الجناني وميدو هيقعدوا بكره مع زيزو. ماشي، في انتظار الجلسه. انت اديت واحده فات الميعاد مثلا يعني فات الميعاد قعد اصلي. طب ما عادوش ليه يا جماعه؟ اصلي في ابوه في المنيا. طب ماشي. قال لك بقى زعل عشان كان المستشار مرتضى جاب لابوه بعربيه من المنيا، انتوا ما جبتلوش.
فطلعوا بقى عملوا البوستات اللي هي بتاعت زيزو محترم وابوه محترم طبعا. المهم نفضل على مبدأنا لان هو لعيب محترم. هو فعلا لعيب محترم، هم ما اخطاوش، هو لعيب محترم جدا محترم، هو لعيب هتلاقيه محترم، معاهم. هم ما بيتكلمش ولسه بصراحة. كان كابتن ايمن الرمادي كابتن وائل الاباني بيقول ان زيزو كان في جاهزيه وكان بيتمرن، فكابتن ايمن الرمادي اقترح ان هو ياخده معاه في الفاينل بتاع الكاس، واحنا اللي رفضنا. فمعنى كده ان زيزو كان محترف لاخر يوم. لما مدير الكوره يطلع يقول كده فاهم؟ لا هم عارفين كل اللي انتوا عملتوه معاه، هم عارفين. وشيكابالا لما طلع في التلفزيون قال لك انا كنت هدي الشرة اللي بعدي الرايه بعد لزيزو، وقال لك زعلت منه بس مش بس مش عمل له انفولو، كله مشي بقى. خلاص كله مشي، كله راح فاهم. فاحمد عبد القادر خلص اتفق مع الزمالك. هو اتفق مع الحزم، هو كده كان متفق مع الزمالك. هما كانوا بيدوروا بس ايه الدنيا الطريقه ازاي هتمشي ازاي. هو متفق مع الحزم وكده كده. بمناسبه الحزم، تصدق ده الوكيل اللي جاب الكوبري ده ليه علاقه بالاسم حزم كده، اسمه فيه حزم برضه. هو الوكيل اسمه لا مش ما جبناش سيرته يعني. بعدين بس هو هو اللي انا عارفه. ماشي تمام. بس النادي الاهلي لسه برضه عايز ياخد اكبر مكاسب ممكنه يعني. بالمناسبه هو شايف الرقم كويس على فكره، $1,000,000 ده حلو جدا، ده نعمه. والله بقول لهم ده كويس جدا 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 على اللي انت يعني يعتبر سي في احمد عبد القادر معانا مش رهيب. ولا اخر ستيب ليه كانت خطري هو عدد دقايق لعبه قليله، اصاباته كتيره صح، بس عمل لقطتين كده حلوين. عمل لقطتين حلوين صح، دي حقيقه. عمل لقطتين حلوين يعني. امير سعيد عملهم واحنا صغيرين. والله صح، في حاجات كده يعني. ايوه، فما فيش ادنى مشكله. النادي الاهلي يعني ما عندوش مانع، هيبيع ولا حاجه. ما عندوش مانع، هيبيع ولا حاجه يعني. الامور بسيطه وسلسه. لو جد جديده هبقى اقول لك، بس هو اقرب حاجه. ما فيش، ما اعتقدش ان هو الاهلي مش هيجيب له سعر كمان. عندك 5 وينجات، هو فرصته اضعف، هيبقى السادس من غير اي حاجه يعني. طاهر احسن منه. انت تستفيد من طاهر في الملعب احسن من احمد عبد القادر. يخدمك تكتيكيا، يخدمك بدنيا، يخدمك كذا حاجه. طبعا بقى الثلاثه الحيتان التانيين. طاهر على فكره لو كمان وجبات الجناح مؤخرا معانا في النادي الاهلي في الفينش قدام الجون تحسن. لا هو بقى رقم 1 أو 2 تحسن كتير، الفينش يعني كل ارقام الناس اللي موجوده. تحسن كتير. والفينش بتاع سان داونز ده مش سهل. انا ليه مش عارف ليه ما ادهاش سنه قدامه. مش سهل طبيعي خالص. ان انا اخدها وعادي وهقرب واعمل وبتاع. لا ده راح انا هجيب جول. كميته ماشيه مع سان داونز. جابوا قبل كده مع موسيماني، كان عالمي واحده مع كولر. فبقول لك عبد القادر فرصته في 4 حيتان غير طاهر كمان. حسين بتريزيجيه بزيزو بن شرقي اللي هو لسه ما حدش عارف اصلا مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب، وقصه كده. عندنا قصه صعبه. مبروك نادي الزمالك احمد عبد القادر في يناير. صفقه مهمه يعني. سيبك من احنا وكريم اهلاويه، والله العظيم احمد عبد القادر شلبي لاحمد عبد القادر ده حاجه يعني قويه جدا جدا جدا. اصل انت بتتعامل في ماركت، في سوق معين، انك تجيب واحد مصري زي احمد عبد القادر وعنده الخبرات دي. لك ابجريد رهيب والله، ابجريد رهيب. مصطفى شلبي كان بيلعب من بره الملعب مش من جوه الملعب. كان في على فكره مصطفى شلبي مقتنع، بس عايز تمرينات بالانس. اقول لك على حاجه، عايز تمرينات بالانس والله. مصطفى شلبي كان بيلعب معايا زمان في النادي في بطوله اسيوط. مصطفى شلبي كان نجم. هو على فكره هو على فكره عنده فنيات مصطفى شلبي، بس هو عنده في مشكله ان هو عايش في اجواء كريستيانو رونالدو. دي مش لا هي المشكله مش عايز او ان هو اهلاوي، دي اللي احنا عارفينه برضو. يا هو كيكه اهلاوي. بس لا انا اقول لك ايوه دي احنا عارفينها. مدبولي كان اكاديميه اهلي واحنا صغيرين. احنا كنا فرقه مع بعض. احمد مدبولي الفكره بس بتبقى قلة ثقافه شويه. فهو انت حصل لك زي ما تقول ايه، بقيت في كالتشر مختلف فما قدرتش تواكب. لذلك زي زيزو ده عمله نادره جدا. والله احنا بنلف يا جماعه ونرجع عند زيزو. هو بص كريم بص يحارب على الموضوع ده يا جماعه. من شهر 3 تعرض لكم كومنتات وانتقادات رهيبه من رمضان. والراجل كان ساكت عشان رمضان. خلص رمضان دخلنا في العيد. مش عارف ايه. انا كنت عايز اعمل زي كابتن طارق يحيى اللي هو انا ربنا نصرني وعيط بقى وبتاع. فمبروك عليكم احمد عبد القادر. مبروك على نادي الزمالك احمد عبد القادر. النقطه اللي بعدها بعض الصحفيين اللي مصرين يثيروا البلبله داخل اوضه اللبس في النادي الاهلي
امام عاشور بيدبدب برجله هو ووكيله، لا مش هيجدد ل 2030، لا مش هيمثله، عايز زي مش عارف مين، اصله عايز زي زيزو، عايز زي تريزيجيه، اصل انا قريت معلومه ان امام عاشور تقريبا خلاص هو جدد عقده خلاص، هو حصل او مدده لحد ماشي. 2030. انا مش بس المعلومه بقى طب تبقى عندك هو انت. عايز زي مين؟ اللي انا قريته يعني ايوه قول لي بس. تريزيجيه وزيزو. طيب صح كده؟ انا ما اعرفش اصلا تريزيجيه بياخد كام، لا هم زي بعض. وما اعرفش زيزو بياخد كام. زي لو بعض. هي ال 2 مليون دولار فخلاص هو بياخده، انا ما اعرفش بقى كام. ايه ما اعرفش كام. 2 مليون دولار مش هو الكلام كله كده؟ يا راجل اهلاوي. مش هو قال لك 2 400 مليون دولار مليون جنيه زيزو اه 4 تمام. سنين؟ اللي صح قالوا صح طيب انا عايز ارجع تاني اللي انت قلته. ماشي وماليش دعوه بالارقام الغريبه دي. ماشي. تمام. انا بقول لك اللي هو احنا الناس، هنحبس النادي الاهلي فيها دي. ده الناس بتقول كده. والله أنا مالي. نحبس فيها مسؤولين النادي الاهلي دي. مش الصحفيين بيقولوا كده 400 مليون جنيه لو في 4 تقسمهم سنين على الاربعه يبقوا 100 يبقوا 2 مليون، يبقوا 2 2 مليون مليون دولار. دولار وبياخدهم بالدولار. سمعت برضو. دي احنا عرفنا ان هو مش هياخدهم بالدولار عادي، هياخدهم بالمصري عادي. طيب يعني هو بغض النظر هم بياخدوا كام. تمام احنا مالناش دعوه ما انا جاي اقول لك كده اصلا. بس هما بس بعيد جدا، ما لهوش علاقه بالحقيقه الكلام ده. على فكره انا عارف زيزو بياخد كام. طب حلو جدا. انا عارف والله زيزو بياخد كام، بس تمام. انا بقى بحب بس اقول كده عشان بعيد جدا جدا. بعيد الربع. صح كده؟ الربع صح. الربع بس الناس في لا اهي الناس عايزه بقى بص الحبشتكنات اللي بتاع بس برضه عشان نكون امنا في زيزو لما اتعملت الصفقه بتاعته انت دايما بتمضي اعلانات صح. في النادي الاهلي. انا بقى الرعاة بتوعك العادي اللي شايفين قيمتك بس زيزو ما مضاش عقد اعلان او اعلانين او افريج اعلانات هيبقى كذا. زيزو مضى مع شركتين من ضمن الاربع شركات اللي مضى معاهم ان هو هيبقى امباسادور، واجهه اعلانيه ليهم. ف موضوع مختلف في رقم في رقم بس ملوش علاقه بقى بالكلام ده خالص. يعني هيزيد عن الربع اللي انت بتتكلم فيه ده ب 15 مليون جنيه مثلا. اوكي فاهم؟ طيب هو عايز يتساوى بزيزو وتريزيجيه. طب ما الاهلي كده كده هيساويه بزيزو وتريزيجيه لان هما كلهم. كابتن محمد رمضان قبل ما يمشي عمل حاجتين في اللائحه بتاع بقى ايه عشان دول مهمين جدا وهيقفلوا علينا هاري الفتره الجايه. اوكي حلو كويس ان احنا اتكلمنا فيهم. النادي الاهلي عمل حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هقولها لك ان انا دلوقتي لو في عقاب او يعني جزاءات اسمها في اللائحه ما بقتش برقم. يعني دلوقتي انت وانا غلطنا تمام وتاخرنا مثلا عن معسكر وما انضمناش فاللائحه بتقول مليون جنيه. لا اللائحه بتقول 5%. فانت بتاخد اكتر مني. غلط الكبير اكبر. ال5% بتوعك هيبقى اكتر من 5% بتوعك. اكتر من 5% بتوعي. اوكي تمام. فده عدل فير جدا. فير جدا تمام. حلو الكلام ده. حلو. رقم 2 ان داخل الفئات مفيش فروقات. فامام عاشور كان فئه اولى اعلى حد بياخد في النادي. تمام وده كان حقه وقتها تماما. دلوقتي استجدت حاجه اسمها فئه اولى مميزه اللي بقى فيها تريزيجيه وبقى فيها زيزو وفيها محمد الشناوي. تمام هيبقى رابعهم امام عاشور فهياخد زيهم. اوكي خلاص. فالنادي الاهلي اصلا هو اللي هيعمل كده. انا فاهم ان الاهلي هيعمل كده. هل بقى في يعني هل حصل خلاص التمديد بتاع العقد ده؟ حصل اتفاق عليه. حصل اتفاق خلاص والوكيل موافق بس هو جاله عرضين. جاله عرضين. هو لما طلع اتكلم قال قبل كاس العالم طلع اتكلم قال ان في عروض اكيد موجوده. في عروض بس مش يعني سيبك من ان هي طبعا ماديا ممكن توصل. انت شايف عايز ايه؟ انا نفسي مش هقول لك انا لا انا عايزك شايفه لان معلش اللي هو عايزه ليه دلالات. مش كل الناس عبد الله السعيد. عبد الله السعيد شخصيه ذكيه جدا، شخصيه قويه جدا، شخصيه مفيش حد في اللعيبه زيها. فانسى كل حاجه بيبقى لها شكل وتوابع بالظبط. يعني زيزو قبل ما يجي الاهلي زعل من الجمهور والجمهور شتمه وهو ما اتكلمش والاداره طلعت شتمته وخلت صفحات شتمته فكان في بوادر فتقلق. تمام. امام عاشور الوضع بتاعه مختلف جدا. امام عاشور بيعيش اللي ما كانش يتخيله في مسيرته كلاعب كوره. يعني اللي هو كان يتمناه يوصل له في الملاعب هو وصل لاكتر منه حاليا مع النادي الاهلي في سنتين.
وصل اكتر منه عداه بكتير. تمام، ده كلامه لما بقول لك ده كلامه. امام عاشور العروض اللي جات له دي عشان بقول لك شواهد، لو هو دبدب فهو كان من حقه لما هو يجي له النادي الاهلي عرض مش كبير 5 مليون دولار، بس هو جاي له 3 مليون دولار ب 150 مليون جنيه، فكان اولى دبدب بدري. فهنا دي شواهد. لا هو ما دبدبش. امام عاشور حصل له تغيير جذري في حياته وفي اللايف ستايل بتاعه، بقى من ادم محترف جدا ومدلوله في الملعب رقميا ما فيش لاعب مصري يقارن بيه بعده بخطوتين ثلاثه. البيئه والمنظومه بصراحه انا والله مش عشان انا اهلاوي والله، بس فعلا انا امام عاشور ده المفروض يعني ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويكمل معانا كده الفتره كلها ويعتزل معانا. دي قصه يعني تتحكي طبعا ويتعمل لها كتب طبعا باحداث امام عاشور من وهو صغير لحد ما كبر وراح المحله وراح مش عارف حرس الحدود وبعد كده الزمالك ومشكلته مع النادي الاهلي، وبعد كده يجي النادي الاهلي ويبقى كده قصه. انا بالمناسبه احسن لعيب في مصر والله. انا اول مره اشوفه كان في حرس الحدود. انا كان ماتش استاد الماكس مش فاكر كان الحرس ومين. يعني كان مش عارف الانتاج ساعتها كان لسه موجود والله ما فاكر فرقه كده يعني. انا فاكره ايام ما كان بيلعب في حرس دي كنت بشوف ساعات كده لقطات كنت بشوفه جناح وينج رايت بالظبط. انا كنت بشوف جناح انا مستغرب الواد ده لعيب قوي. كان في واحد صاحبي بيقول لي محتاج شغل زي رمضان صبحي كده، تحسه زي رمضان صبحي. هو احنا كنا ماشيين رمضان شفته بعده بعد ما احنا ماشيين رمضان انا شفته بالظبط هو الوقت ده. فامام لعيب كبير واللعيبه دلوقتي بتدور عليه في الملعب بقى من منظومه الاهلي وهو سعيد جدا. انا نفسي يكمل بصراحه معانا، نفسي يكمل ياخد فترته يعني معانا ويبقى اللي هو جيل. طيب جيل. انت كنت عايز حاجه زي بتقول انفراد او سبق او حاجه زي كده؟ تمام. بعد بدايه الموسم باسبوع يعني في نص شهر 8 امام عاشور هيتم الاعلان تمديد تعاقده مع النادي الاهلي ل 2030. حلو قوي. ناخدها مني ولا نرجع نتقابل؟ خلاص طلع حاجه برضه انا طلعت خلاص عادي تاني ونقعد بقى نقول تاني كريم. لا ما تقلقش. لا ليه بالعكس. لا يا باشا انا مصدر ثقه بالنسبه لي يعني. لا اصل انا عارف في معلومه كده ان انا عارف ان هو خلص الاتفاق على فكره. انا عارف ان هو مدد عقده فعلا لكن توثيق العقد وان حصل يعني في موضوع كده بيجهز عشان كده عارف الميعاد ليه علاقه بالعقد بتاع الاعلانات. تمام. فالعقد بتاع الاعلانات هيخلص في التوقيت ده. مجرد ما ده وهم متفقين قالوا له الكونتنت بتاع العقد نفسه مكتوب فيه ايه هو عارفه دلوقتي وهو موافق وخلاص الموضوع ايه خلاص تم يعني. في 15/8 هيبقى وصل له ده وهيبقى مضى وهيتم الاعلان تمديد التعاقد يعني. سبق وانفراد امام عاشور بعد اول اسبوع من بدايه الدوري في نص 8 سيتم الاعلان عن تمديد عقده ل 2030 ليصبح امام عاشور معانا لحد 2030. بعد كده بقى يبقى يحلها حلال نبقى نشوف بالظبط بقى ساعتها ايه اللي هيحصل. عايزين بعدها باسبوع نمدد له تاني بقى انا نفسي يفضل. انا دي حقيقه انا نفسي يفضل معانا نمضي عقد مدى الحياه كده يعني. اتمنى والله اتمنى لعيب كبير قوي وجامد يعني جدا. بصراحه. في عندي 3 حاجات باقيين كده مش عارف. ايه رايك في حسام عبد المجيد؟ لعيب كويس طبعا. لعيب طول من نفسه. مش ده حسام عبد المجيد اول ما طلع خالص جدا والله خالص. يعني اول ما شفت حسام عبد المجيد ده اول ما طلع فبالنسبه لي ده لفظ اللي هقول ده كوره مش قصدي حاجه وحشه. فده بنقول عليه في الملعب مدافع كمين. تمام كمين صح. عارف فكرني بمين كنت بشوفه كمين زمان و اتعرض كذا مره على كابتن حسام بدري وبعديه على لاسارتي وبتاع مرعي بتاع بيراميدز كان في دجله زمان. محمود مرعي. محمود مرعي مدافع كويس جدا برضه كان نفس عنده نفس المشاكل. بس انا مش فاكر بصراحه. لا انا بقى بقول لك يعني شفته في الملعب. انا شفته بس من ايام فيوتشر كان باين ان هو لا معلم. انت شفته بقى في انا شفته بقى وهو كان زي حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد عمل برضه في حاجات لازم تحطها في الاعتبار. نتائج فريق الزمالك مش كويسه. استقرار فريق الزمالك مش كويسه. الاستقرار مش كويس. الختمه بتاعت حسام عبد المجيد مع المنتخب الاولمبي والهزيمه من المغرب نتيجه تقيله ما كانتش كويسه. وهو شال اللوم مع محمد طارق جامد يعني. تمام.
بس هو كان واضح في الاولمبياد دي يعني عشان انا افتكرت دلوقتي في ماتش هي فرنسا البداية. بالذات ان هو كان كان ظاهر، هي دي البداية، كان حاول دي يعني بداية اللي هو ابتدى يقولوا الناس ايه ده في مدافع ده كبير ده بقى. حسام مجيد اتغير. يعني صح بقول لك كنت بتشوف حسام عبد المجيد حاجة صح وبقى حاجة تانية. صح، ايام الكوره بقى تزحلق من فوق دماغه وبتاع بالظبط. وكده. صح. دلوقتي على مستوى التمركزات، على مستوى حتى البيلد اب، يعني حسام بقى عبد المجيد بيلعب مش كوره كوير. صح. ودي صعبة جدا ان انت انك ما ما تبقاش تبقاش لعيب كوير كوره وتبقى كوير. وتبقى كوير فجأة صح. كده مع السن ايوه ده. صح. فحسام عبد المجيد لعيب كويس جدا، وبعد كده بيمر بأزمة حاليا. يعني ربنا. ازمه شخصيه يعني أزمة حياتيه. تعاقدية. ازمه يعني مهنيه. مهنية. ازمه مهنيه. تعاقدية. كان متفق على حاجات في العقد وتمت إضافة بنود في العقد. الكلام ده على مسؤوليتي يعني. وتم إضافة بنود في العقد، والعقود بتعتبر في اتحاد الكورة، والكلام بقولك ده بعد الرجوع لمستشارين قانونيين، ان العقود بتعتبر لاغية تماما. العقد لاغي وكأنه لم يكن حتى بعد توثيقه، في حال ان تم اضافة اي بنود بعد تاريخ توثيق التعاقد. ففي حاجات اضيفت ودي سهل جدا اثباتها. بس حسام عبد المجيد مؤخرا يعني راح هو واخوه عشان يطلبوا تعديل. لا، يطلبوا العقد، نسخة من العقد، نسخه من العقد من اتحاد الكورة. في موظف في اتحاد الكورة اتصل بأحمد حسام ميدو، واحمد حسام ميدو اتصل بحسام عبد المجيد، زعق له، قال له انت عايز ايه؟ تعالى على النادي دلوقتي. ورجع على النادي في ساعتها. مش ميدو مشي ولا دي كانت ده حاجه قبل كانت ما يمشي؟ ده من شهر كمان. قبل ما يمشي. اوكي. فحسام ربنا يرفع عنه يعني في الازمات اللي بيعاني فيها. فكونك ان انت توصل للمستوى ده، يعني انت كنت المشاكل دي يعني انت كنت في انتقادات كتير بتوجه لك، فجأة بقيت من احسن المدافعين في مصر. اوكي. في ظل كل الظروف دي، وتاخد 1,800,000 جنيه، وجنبك في اوضه اللبس كان زيزو هياخد 100 مليون جنيه، ياخد 100 ضعفك. يبقى انا مش بني ادم. طبعا انا مش اصل الناس دايما تنتقد الاهلي في موضوع الفئات. ازاي تنتقدوا في حاجه؟ اللعيبه دي مش نفسيات، مش شغلهم زي شغلنا. تمام. فانا ده كمان ده غير الاهلي كمان كده في تفاوت اكبر، في مشكله اكبر ان انت بتدي اللعيب واحد. ايوه انت في زمانك بتدي لعيب واحد. ايوه مش وبتسيب كام واحد بقى 25 تانيين ما بياخدوش. لا، ما هو برضه موضوع الفئات عادل لسبب هقول لك ليه. حتى لو في فروقات، دلوقتي انا وانت شغالين في نفس الجهه، سيبك بقى من الكوره خالص. ماشي. انت كفاءتك اعلى من كفاءتي، ماشي. انتاجيتك اعلى من انتاجيتي، يبقى طبيعي انت تاخد جنيه ونص. انا شخص كويس بدليل ان انا موجود معاك في نفس المنظومه الناجحه دي. تمام. انا اخد جنيه ونص وانت هتاخد 3 جنيه. حلو. ده حق ربنا. لان انت بتفيد المنظومه دي اكتر مني. اوكي. صح. فكده كده لازم يبقى في فروقات. ماشي. ما اختلفناش. فهي دي الفئات. حلو. انما داخل الفئه احنا زي بعض. احنا زي بعض. فانا حتى يبقى عندي هدف، الامور واضحه، ابقى اوصل في التجديد الجاي للفئه الثانيه، بعد كده للفئه الثالثه. تمام. امور واضحه. بني ادم عنده طموح من حقه ان هو يوصل له جدا. طبعا. مش انا قاعد وفي جنبي واحد بياخد 100 ضعفي واللي بعديه احمد فتوح بياخد 50 مليون. صح. فطبعا هو ده احسن مني 50 مره. لا هو يعمل 50 واحد مني. لا هو حسام هو الوحيد اللي مستواه ثابت فيهم بس. يعني خلينا بس واقعيين. صح. فالامور بتبقى صعبه. فلا حسام بيتحرك هو عشان يطلع بره دلوقتي. صح. طبعا. بيتحرك، ولو ما طلعش بره هياخد اجراءات وممكن يفسخ عقده، يعني في حال الامور مشيت بعداله. عنده حجه يعني ان هو يفسخ عقده. طبعا عنده حجه يعني. عنده. تمام. ماشي. ده حسام عبد المجيد. نتمنى طبعا اكيد طبعا نشوفه قريب. طبعا صح. طبعا نتمنى لازم نشوفه قريب. بس مفيش اي تواصل. لا انا عارف ان مفيش تواصل. يعني مفيش اي تواصل. ولو في تواصل هننكر. ايه؟ ولو في تواصل هننكر طبعا. تواصل ازاي؟ اما ما نعرفوش. ده الكلام اللي انا بقول لك ده سمعته كده من. لا انا سمعته برضه من اتحاد الكوره. انا قريته. سمعتوش من قريته. انا ما اعرفش حد. بس ما اعرفش حد من ناحيه الزمالك يعني. ولا انا. لا اعرفه. ما في ناس اعرفها حبايبنا يا عم طلعوا معانا كده احنا كوره بننكش بعض يا عم. دي حقيقه. سريعا كده، عمرو السولية ما راحش كاس العالم للانديه. يعني دي انا بصراحه انا كمشجع بقى
بعيدا عن ان احنا بنتكلم في السوشيال ميديا وكده، اتضايقت تمام. منه طيب ولا مش منه؟ لا منه يعني. منه هو اللي يعني ما حبش ان هو يكمل يعني. هو شايف ان هو كان عايز يستعد الموسم الجديد ياخد وقته ان هو يروح نادي. ايه هو شايف ان لسه عنده، هو بس كان زعلان شويه ان الاهلي ما عرضش عليه تجديد، وده طبيعي زي علي معلول. وبص زي ما هنتكلم عن عمرو لازم نتكلم عن معلول. فانا سريعا يا عم هكلم لك في الاثنين. هما الاثنين نفس الموقف. في النهايه تقبلوا الاوضاع. اوكي. يعني تيجوا كاس العالم للانديه كده القائمه بتاعتي كان فيها اماكن. ما أنا عشان كده كان يعني, يعني كان نفسي ما عنديش اي ما عنديش اي اعتراض. الجيل ده جيل طبعا، ليه والاثنين أرقام. دول الاثنين دول طبعا دول معلول في بالذات حته عند- طبعا معلول اسطوره بكل المقاييس. بس انا شفت كمشجع اهلاوي عندي معلومات زعلت شويه منهم الاثنين، بالذات معلول. لان معلول كان يعني خلاص. طب انت اخترت ده، انا بقولك تعالى معاك السما ده، انت اخترت ده. خليني اطلع شكل الاختيار بتاعك كويس. ان هو باتفاق وان احنا نحتفل. بس معلول ده مش قاعد اخر الشارع هجيبه في اي وقت احتفل يعني. ومعلول ده اسطوره. فتعالى، لا مش جاي. فكابتن محمد يوسف كلمه عايزين نعمل لك حفله قبل ما نسافر، لا. فعمرو السولية ما عندوش مشكله ان هو يجي نحتفل بيه. بس ساعتها نبقى اسمنا احتفلنا بعمرو، ما احتفلناش بمين؟ بعلي. فساعتها لازم نقول ان احنا قلنا المعلول. فكده هتعمل مشكله. فهو فساعتها ابقى انا سلمته للجمهور بالظبط. عشان الناس كلها بتقول اصل الاداره سلمته، ده مش حقيقي خالص. ده الاداره بالعكس بتحاول تحافظ عليه جدا يعني. واموره هو ما غلطش في النادي يعني. هو ما غلطش في النادي ولا غلط في اشخاص ولا. وانا بصراحه كنت انا بس كان نفسي ان الامور تبقى احلى. طبعا فاهم. ده علي معلول وبطوله القاضيه وبطولات اللي بعدها تاريخ في افريقيا معانا وكاس عالم انديه كل حاجه. كل بطولات كاس العالم انديه كان هايل يعني. فكان نفسي ان هم يطلعوا بشكل احسن. عمرو السولية قرب من سيراميكا. علي معلول لسه، بس القرب ان هو يروح صفاقسي، بس لسه ممكن يبقى فيه مستجدات يختم حياته في صفاقسي في تونس. لكن ممكن يبقى فيه مستجدات في حال ظهرت حاجه في قطر في الامارات. لا مفيش سعوديه، لا صعب. امارات وقطر. امارات وقطر. ممكن الموضوع يختلف. لكن حتى هذه اللحظه هو كده علي معلول مش هيلعب في مصر. بياخدها مني يعني. علي معلول مش هيلعب في مصر. عمرو السولية كابتن كبير واللعيبه لغايه دلوقتي على تواصل معاه يعني انا من اللعيبه اللي انا عارف، اللعيبه لما اللي بتجيب جون فانت بتبقى فرحان دبل ان فرقتك جابت جون واللعيب عمرو السولية جاب جون. كل مجهوده بالظبط. والحاجات اللي هي هيدن بتبقى موجوده في اوضه اللبس. صح. وشخصيته اللي بتاثر على اللعيبه كلها. دي حقيقه. او لعيب تحسه والله بجد كده نفسيا سوي. قعد دكه قد كده، نزل في ماتش، اول ماتش ينزل ويلعب مع عماد النحاس جاب جون بتاع البتروجيت. ولعيب كنت شايف مثلا انه كان ممكن يبقى ليه دور في ماتشين سان داونز، كان ممكن الموضوع يبقى مختلف شويه عن كده يعني. والله كنت بشوف كده عشان ماتش العوده بالذات. كنت ماتش العوده بالذات انا مستني، كنت محتاج عمرو السولية. انا زعلان جدا. انت كنت قاعد في الاستاد يعني. شفت احمد رضا بالعين اللي انا شفتها بيه. شفت حاجات. انا شفت احمد رضا في الماتش الاولاني قلت تمام شغال حلو، مقضيين الدنيا، بيعرف ينقلك، عارف ينقل. التاني الماتش التاني هنا اي كتف انت بتقع بتتكوم يا نهار اسود. انت وعينك في واحد على الكوره وحشه جدا تمركزاتك، فبالتالي اللي وراه واللي جنبه متدرجلين. صح. هو كله كان كتف العيال وخنقهم كده. دي حقيقه. فعلي معلول وعمرو السولية ما شاء الله عليهم يعني. طبعا انا كنت عارف معلومه ان علي معلول الاهلي عرض عليه ان هو يروح، وهو اللي قال يعني خلاص. لا وعمرو بس مش بنفس الالحاح والجديه اللي حصلت مع علي معلول. بس عمرو دي انا كنت مستني بصراحه. لا هو عمرو بني ادم حساس ومش عايز يقطع مع الجمهور بشكل كويس، ومش عايز يقطع مع الاداره بشكل كويس. بني ادم ذكي صالح مع نفسه، عمل تاريخ كبير في الاهلي بصراحه. انا بحبه جدا. راح سيراميكا هيفيدهم
هيعمل ده طبعا ده نقله طبعا دي. طبعا، اوضه اللبس بتاع خاصة السيراميكا وان هم مشوا والملعب. كمان القندوسي. اه فلا طبعا لعيب مهم جدا يعني، وهي فرقة يعني سكواد سيراميكا كويس طبعا مع عمرو السولية يعملوا شغل جامد يعني. طبعا طبعا. فنتمنى مع له علي ماهر التوفيق برضه، يعني. كابتن علي علي بيعرف ماهر يلعب برضه مع لعيب كويس مع يعني، اللعيبه. نتمنى لهم التوفيق طبعا. آه، اخر سؤال بقى عشان ما اصدعكش. لا يا عم انا بصراحه مبسوط جدا يعني، والله اهم حاجه تكون انت والله مبسوط مبسوط. جدا يا رف. ابراهيم عادل، قعدنا بقى ازاي وختافي ومش عارف فين وجيرونا ورحنا فين وجينا منين. وانا كنت بلوم على ابراهيم عادل شخصيا يعني، لما الناس بتقول لي حرام ما ودهوش ختافي بتاع، بقول لهم يا جماعه والله غلطان، هو كل سنه يجوا يقولوا له خد يلا مدد سنه اتنين تلاته، فلوس كتير برضه. فلوس كتير، وبياخد بالدولار، فتمام راجل. طبعا يعني اكيد بيراميدز ليهم حق في الاخر ان انا، طب ما انا بدي لك فلوس بالظبط. يبقى انا هحتاج لما ابيعك هبيعك بمزاجي. تمام. في النهايه ابراهيم عادل لعيب كويس جدا وكلنا عارفين كده، والنهارده تقريبا خلاص هو راح الجزيره الاماراتي. تمام. ماذا بعد؟ فين حلم الاحتراف؟ فين حلم مش عارف ايه؟ فين حلم مش طب عارف ناخد الاول ايه؟ طرف النادي. ماشي. بيراميدز اثبت لنا ان غايته ايه؟ الا ينتقل ابراهيم عادل الى الاهلي. ده من زمن يعني مش مهم عندي اه أنا السكواد بتاعي، ولا مهم عندي ابراهيم نفسه ومستقبله. هم. انا اهم حاجه الاولويه الاولى عندي هي ان هو ما يروحش فين؟ الاهلي. الاهلي حلو. خلاص الزمن كله دلوقتي بقى اثبت كده. كله بقى خايف يودي الاهلي. خلاص كله بقى خايف ماشي في فوبيا ده بقى راجع الاهلي. طب وسط المايلي ده لعيب 32 سنه هعمل بيه ايه؟ فيستو مايل انا اكيد مش هجيبه. اعمل بيه ايه؟ ما خلاص هم دلوقتي على اخرهم. لا صح. مش هوديه السعوديه. أنا عشان اجيبه ده 32 سنه عشان اجيبه من عشان اجيبه السعوديه يبقى 33. وهجيبه بكام لا يا عم مش عايزه. صح. يعني انا جراديشار برضه الناس بتنساه والله مع زحمه. تمثال للاسف وكولر بوظه في لعيب الاخر. لعيب كبير جدا. هايل. هيسعدنا في جدا. الاستاد اول ماتش ليه بتاع بيراميدز 1-1 يا لهوي نزل الواد يا عمل لهوي. كعبين بس يا على لهوي. كوره. خلاص يا جماعه يا اقفل لهوي. على كده خلاص مش عايز حاجه منه تاني بس بيبان يعني. فبيراميدز في موضوع ابراهيم عادل الاول اثبت ان لا فرق مع مستقبل ابراهيم، اللي هو ده لعيب قائد منتخب مصر في الاولمبياد، صاحب انجاز وصلنا نص نهائي. لازم ندعم، اصل الاعلام دايما لازم ندعم اللعيبه في الاحتراف وبتاع. طبعا. طب يا عم ده نادي استثماري، ما تقولوا لهم اي حاجه. مش عارف. حتى ما عندوش جمهور يضغط عليه. فاهم؟ فهي النفوذ داخليا اهم حاجه عندها ان هو ما يرجعش على الاهلي. ده بالنسبه لهم هزيمه. ماشي تمام. بالنسبه لابراهيم نفسه زي ما انت قلت اخطات، بس هو كان صغير في السن برضو. مع بنتكلم ده مع اللعيبه مؤخرا يعني، بس ابراهيم يعتبر من اللعيبه المثقفه شويه، بس برضو في النهايه صغير في السن وفي فلوس كتير وفي التزامات كتير. وبيبقى طالع من قاع مش بسيط، فمحتاج ان هو يعوض حاجات كتير. ففي البدايات دي خلاص تتغفر له يعني. بس هو قطع نفسه على موضوع ختافي وامتنع عن التدريبات وخرب الدنيا. فهو كان خلاص هو شاف دلوقتي ان الملجأ الوحيد ليه ان هو يطلع بره بيراميدز هو الجزيره الاماراتي. وهو برضو في حاجات متحطه في الاعتبار ان الانديه اللي زي الجزيره الاماراتي دي اللي بتغير في المحترفين كل شويه يعني. انا مضيتك 5 سنين بس عادي جدا ممكن استغنى عنك، عادي جدا ممكن ابيعك. الامور اسهل من التواجد، من ان انت تاخده من. بس هل الانديه في اوروبا بتبص للدوري الاماراتي نفس بصتهم للعيبه اللي طالعه من الدوري المصري؟ لا طبعا. اللعيبه اللي طالعه من الدوري المصري هي اللي حققت نجاحات في اوروبا اكتر بكتير من الدوري الاماراتي. ما فيش حد تقريبا طلع من الدوري الاماراتي. انا مش لعيب يعني اماراتي، حتى المحترفين اللي بيلعبوا بالظبط كده. مش فاكر اني شفت حد بس في معلومه قالها النهارده الاستاذ طبعا محمد المحمودي طبعا له التحيه يعني اكيد. جميل. كتب ان نادي الجزيره بيتبع لمجموعه اللي هي مانشستر سيتي وجيرونا الاسباني فممكن تبقى دي فرصه ان احنا ان ابراهيم عادل يكون متشاف. مين من اللعيبه راح الجزيره؟ ده الكلام اللي اتباع لابراهيم. مين من اللعيبه في هم تابعين استثماريا نفس المجموعه نفس المجموعه. مين من الجزيره الاماراتي راح جيرونا او راح سيتي او راح اي حاجه حتى تحت السن حتى اي حاجه؟
الوحيد اللي كان فيه كلام وده من عشرات السنين لهوي عمر يا عبد الرحمن لما عموري. قالوا ايوه عموري وما لما كانش قالوا كان مانشستر العين سيتي كان العين فما كانش فيه لا. فلا وانا مقتنع اكتر فعلا ان هو مش مش هيرجع مانشستر الاهلي. سيتي اللي هتبص. هيرجع الاهلي. لا انا بقول يعني مش مانشستر سيتي اللي ماشي انا بسألك هو هيرجع الاهلي؟ انا عارف ان هو حلم طبعا تارجت طبعا تارجت رئيسي يعني. طبعا هو لو ما حصلش هيرجع على الاهلي. ده موضوع برضه مش معلومه بس انا بتكلم على شواهد يعني. شواهد ان الاهلي عايزه من زمان. وكان في معلومه كان قالها برضو ابراهيم فايق من كام شهر كده لما قال ان الاهلي بعت لبيراميدز على ابراهيم عادل فقالوا له استنى نخلص دوري ابطال افريقيا ونشوف ممكن. ساعه لما قالوا الشيبي ساعه لما قالوا مش عارف ايه ما حصلش اللي انت بتتكلم عليه ده كان اعاره لكاس العالم بس. والنادي الاهلي ما طلبش ما طلبش اعاره بس الاهلي طلب شراء. لا الاهلي ما طلبش شراء اصلا من بيراميدز. ما فيش تواصل اساسا حصل. يا لهوي ده كان العقد عدى علينا كلنا. لا العرض لا ما انا بسأل يعني هو قال ان انت ممكن نتكلم بنسبة 25%. هو كان في كلام مع الشيبي عشان الشيبي كان فري بس جدد خلاص برضه. لا طبعا ده جدد قبل ما احنا نعرف يعني. كان هم اعلنوا لما احنا كان في كلام يعني. ايوه فهو كان قرب يوصل لاتفاق بس مع بيراميدز. وبعد كده النادي الاهلي قعد يقول لك سنه مش سنه مع ان انا مش مقتنع بالكلام ده. احنا كنا محتاجين الشيبي جدا. كان مميز جدا. مش عارف انا حاسس ان يعني انا ما شفتش العودات دي من ايام داني الفيز. انا ما شفتش العودات دي. لا في كوره في كوره. لا انا سيبك من الاهلي انا بتكلم بشكل عام. في كوره اللي هي رفعها في ماتش سان داونز. لا اللي قبله اللي كان بيضربه اورلاندو. في كوره من نص الملعب هي فاول. فالفاول ده دلوقتي بتاخده بتلعبها لجنبك وخلاص. يعني هي الفكره في كده. ده عرضها ورمضان صبحي جابها جول. الفكره ان انت يجيلك قلب انك تعرض من هنا. دي بطلت من ايام كابتن هشام حنفي. ايوه يعني اخر واحد كان بيعملها وانت خسران وتجيبها بالملي كده. العرضيات دي يعني عرضياته حلوه جدا بصراحه. مش عارف. وفعلا بيراميدز السنه دي هو استفاد محمد الشيبي. يعني هو اللي كان لو هيعمل اوفرات كويسه بالزبط. او هيخش هتجيب اجوان ما فيش مش هتجيب بالظبط. فكان كان. طب احمد هاني قريب جدا. ايوه مخلصها كل حاجه مستنيين بس خلصوا الاتفاق مع سيراميكا عشان الكابتن علي ماهر مش حابب الاسماء اللي بتتعرض عليه من خلال الاهلي. اوكي هتاخد لعيب بمركز 2 لعيب بمركز نفس ماشي. المركز. اوكي فهم بس هيوصلوا لصيغه اتفاق. توقعك احمد هاني هيكون اضافه لا. ولا مفيش باك مفيش باك رايت يعني قصدك؟ يعني وده الكلام اللي طلع فعلا ان روبيرو قال ان الاثنين عادي. يعني احمد عادي بالنسبه له. احمد عيد عادي واحمد هاني عادي. لا هو قال احمد عيد سيء. انا دي مستغربها بصراحه. من المستوى انا ما شفتوش بصراحه. ما شفتش احمد عيد يعني. انا شفت احمد عيد يعني على الاقل اللي فاكره. انا شفت ان احمد عيد في الاولمبياد توقف فلعب مكانه احمد قطه. فقلت ان قطه ده هيبقى احسن من اللعيبه في مصر مع انه هاف بس لعب باكايت. قطه كويس. قلت ان قطه ده هيبقى احسن في مصر طبعا. قطه كويس فاهم. ده اللي انا فاكره. لكن انا ما شفتش احمد عيد يعني. في اخر مره فاكره ماتش القاضيه فما اعتقدش ان هو عايز يفتكر يعني. بس انا كنت كان اساسي في ماتش القاضيه. اساسي وشايف ان هو على اول ماتش يلعبه ماتش زي ده بحجمه. انا مش فاكر بعد كده شفته ولا لا. بس انا عندي قناعه. هو طبعا هو تعب الشوط الثاني لما نزل عليه جيرالدو. عندي قناعه غريبه شويه. طب هو الحد بقى كروي بتاع ليه هو مصر ما فيها مشكله في الباكات اليمين. فانا لو هقارن بين المتاح. يعني انا عارف ان انت والله نفسك في ان انت يكون عندك ابراهيم حسن. اكيد كاهلاوي نفسي. بس على فكره انا عندي شايف ان محمد هاني هو افضل باك موجود. شكرا فاهم. فهو الناس شايفاه الحاد كروي مش الحاد كروي. مش الحاد كروي. عارف انا شايفه فارق عن بعده بكتير. عارف ليه بقى؟ عشان الناس للاسف احنا كمان كمشجعين الاهلي رفعت طموح قوي بس قوي. فانت بقيت بتقيم اللعيب قدام بورتو وقدام انتر ميامي وقدام بالميراس. لكن محمد هاني ده لما يجي يلاعب هنا سيراميكا وانبي ويلعب واحد على واحد مفيش حد بيعرف يعدي معاه. زلاكا بيكره حياته بس خلاص يبقى الموضوع خلص. يبقى هو انت بتقيمه في ليفل انت هتلعبه كل فتره يعني. لذلك بقى الله يكون في عون محمد شكري او اي خليفه لعلي معلول. طبعا هيتحط في مقارنه. دي بتبقى صعبه جدا. دي بتبقى صعبه جدا.
بس انا اتمنى التوفيق لكل الصفقات اللي جايه النادي الاهلي، وكل الجمهور مستنيه من النادي الاهلي الموسم الجاي ده الاخضر واليابس ان شاء بس الله. يعني. فان شاء الله الاهلي يكون عند قد التحدي ونحصل على كل البطولات عشان نضمن الوصول لكاس العالم 2029. لسه مش باذن عارفين بقى الله، هو فين. ان شاء الله نبقى هناك بقى ساعتها. ويبقى في حته الجو فيها كويس نروح اتمنى ان شاء ان الله. شاء الله. كريم انت شرفتني ونورتني. انا انبسطت جدا والله. والله انا اتبسطت جدا بالحلقه معاك، وان شاء الله هنكررها. باذن اكيد الله. لازم هنكررها تاني. وانت دايما مصدر ثقه ربنا للجمهور، يخليك. وطبعا جمهور الاهلي بقى بيستنى منك خلاص، ما بقاش بيستنى من حد تاني غير منك. ونتمنى ان انت دايما تكون زي ما قلت دي كده اكبر قد نعمه الامانه. ربنا انعم عليا بيها في طبعا الشغل، الناس طبعا، وتكون قد الامانه، يا رب. وتكون دايما مصدر ثقه للناس، وتضيف وانت البهجه. دايما متالق كده. ربنا يخليك يا كريم، ربنا يخليك والله. حبيبي. وشرفتني ونورتني، وان شاء الله نتقابل قريب. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. استنوني حلقه جديده وضيف جديد في بودكاست جاسوس الملعب. مع السلامه.